قصة ذو القرنين. جاء بعض اليهود إلى جماعة من قريش فقالوا لهم: لقد سمعنا أن شخصا ما يدعي النبوة اسمه محمد، سنعطيكم 3 أسئلة فاطرحوها عليه، فإن هو أجابكم فهو نبي وآمنوا به، وإن لم يفعل فإنه يكذب فقط. فقالوا له: ما هي تلك الأسئلة؟ فقال اليهود: السؤال الأول: قولوا له أن فتية من قوم قديما قبلنا خرجوا من ديارهم فذهبوا، من هم تلك الفتية؟ والسؤال الثاني: عن ملك عظيم جاب الأرض كلها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. والسؤال الثالث: قولوا له أن يخبركم عن الروح. ذهب كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بتلك الأسئلة. والسؤال الثالث كان مجرد سؤال فيه فخ، فاليهود عليهم لعنة الله كانوا مكرين جدا، دسوا هذا السؤال الذي لا جواب له، وهم يعرفون حقا أنه لا جواب له وهو الروح. أما السؤال الأول والثاني فهما موجودان في القرآن، واليوم سنتكلم إن شاء الله عن القصة الثانية للملك الذي جاب الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، إنه ذو القرنين رضي الله عنه. يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. من هو ذو القرنين؟ وهل كانت له قرون فعلا؟ ولماذا سمي بذلك الاسم؟ وهل فعلا ذهب إلى مشرق الأرض ومغربها؟ قبل أن نبدأ قصتنا، إذا كان يعجبك المحتوى المفيد وتريد تشجيعه فادعمني باشتراك وإعجاب رجاء. ذو القرنين هو ملك عادل عظيم حكم الأرض منذ آلاف السنين قبلنا. يقول العلماء أنه لقب بذو القرنين لأنه جاب الأرض مشرقا ومغربا، يعني ذهب في رحلة إلى المشرق وذهب في رحلة أخرى إلى المغرب. وبعضهم يقول أنه لقب بذو القرنين لأنه كانت له ندبتان تشبهان القرون فسمي بذلك، واحدة عن اليمين وواحدة عن الشمال. لكن ما لا تعلمه يا صديقي أن هذه الصفة ذو القرنين هي صفة مميزة وعظيمة، وخلفها سر عظيم لا يعلمه إلا الله. لذا فما قاله العلماء وما يقولونه من أوصاف أنه ذهب إلى المكان الفلاني أو لأنه كانت له ندبتان يبقى مجرد أقوال، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وذو القرنين هو مؤمن بالله وموحد به، وينشر دينه في الأرض في مشارق الأرض ومغاربها. وسأقول لك أمرا مهما للغاية: ذو القرنين لا يتحرك في الأرض فقط هباء، أو مثلا يقول له عقله اذهب إلى المكان الفلاني فيذهب، لا، فهو سبحان الله أعطاه الله شيئا سماه الأسباب، يعني يتبع الأسباب. الأسباب هي التي تذهب به إلى المكان الفلاني أو المكان الفلاني. فمثلا ذلك السبب الذي جعله يذهب إلى المشرق، وذلك السبب الذي جعله يذهب إلى المغرب، تلك أسباب جعلها الله حكمة له فقط خصيصا، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. معنى التمكين يعني جعلناه ممكنا، يعني في يده القوة والسلطة وكل شيء، ومن كل شيء سبب يعني أي شيء يفعله إلا وخلفه سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إما سيظهر قريبا أو بعد مدة طويلة. ويذكر الله سبحانه وتعالى بعضا من رحلاته في القرآن، فيذكر رحلته إلى مغرب الشمس، مكان كانت تظهر فيه الشمس كأنها تغرب في عين حمئة. والعين الحمئة يقول العلماء بعضهم يقول أنها مستنقعات، يعني أرض فيها ماء كثير، يعني طين مبلل، فتظهر الشمس حين تكون في لحظة غروبها تظهر وكأنها تغرب وسط ذلك الماء أو وسط تلك المروج. وبعضهم يقول أنها براكين، يعني أرض فيها براكين كثيرة، جبال بركان، تظهر الشمس كأنها
تغرب فيه. فوجد في ذلك الأرض أقواما كافرين متجبرين خيره الله سبحانه وتعالى. ومن هذه النقطة بالخصوص ذهب بعض العلماء لقولهم أن هذا يعني ذو القرنين هو نبي من أنبياء الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فقلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وقلنا بمعنى أوحينا، والوحي يكون للأنبياء كما تعلمون. وبعضهم يقول أنه كان فقط ملكا يعني عظيما عادلا، فكان الله سبحانه وتعالى يعني تلك الأسباب التي جعلها له كأنها بمثابة الوحي. فحينما وقف ذو القرنين أمام هؤلاء الكفار المجرمين أوحى الله سبحانه وتعالى: يا ذو القرنين لك خياران، إما أن تعذب هؤلاء القوم أو أن تتخذ فيهم حسنا، يعني أن تجعل فيهم معروفا. يعني فذو القرنين كانت له حكمة عظيمة، فقرر أنه سينحى إلى القرار الثاني، وهو سيتخذ فيهم حسنا. أيها القوم لكم القرار، فمن قرر منكم أن يكون ظالما معتديا فسنعذبه في الدنيا، ثم يوم القيامة يعذبه الله عذابا أكبر من هذا. ومن آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. يعني من آمن وعمل يعني العمل الصالح سوف يجزيه الله سبحانه وتعالى في الدنيا، ونحن أيضا سنكرمه. ولكن من قرر الظلم والطغيان والاستمرار في كفره فسنعذبه في الدنيا ويعذبه الله أيضا في الآخرة. ثم انطلق في رحلته الثانية إلى المشرق. يقول الله سبحانه وتعالى: فاتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. يعني يقول الله سبحانه وتعالى أن ذو القرنين ذهب إلى مكان في اتجاه المشرق، فوجد أقواما همجيون لم تصل لهم الحضارة بعد، يعني قوم عراة لا لباس لهم، وأيضا كانت الشمس دائما عليهم، فلم تكن لهم مساكن ولا بيوت ولا ملابس يتقون بها شر الحر. والسؤال هو: ماذا فعله ذو القرنين مع هؤلاء القوم؟ لأن بعضهم يقول أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر ماذا فعله ذو القرنين مع القوم في القرآن، لكن المفاجأة أن الجواب موجود. فالله سبحانه وتعالى يقول: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك. يعني كذلك هذه تنوب عن الجواب الكامل، يعني فعل معهم كما فعل مع الأقوام الأولى، يعني خيرهم، قال لهم: من أسلم ومن آمن سوف يكون له الجزاء الحسن، ومن كفر فسوف نعذبه. ثم ذهب في رحلته الثالثة. يقول الله سبحانه وتعالى: فأتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. فالرحلة الثالثة إذن رحل ذو القرنين إلى مكان كأنه دخل بين جبلين أو بين نفقين طويلين، فدخل بين تلك الجبلين وبدأ في المسير إلى أن وصل إلى قوم لا يكادون يفقهون قولا، يعني كلامهم ليس ككلام البشر، لا يعرفون الحديث ولا يتكلمون إلا قليلا، يعني بالإشارات، كلام بسيط فقط. لكن الله سبحانه وتعالى جعل ذو القرنين له حكمة وأيضا لغة، يعني يعرف لغة كل الأقوام على وجه الأرض كلها، فرغم أنهم لا يكادون يفقهون قولا إلا أنه فهم قولهم واستمع إلى شكواهم فقالوا له: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، ويأجوج ومأجوج قصتهم غريبة وعجيبة، سوف نذكرها في فيديو قادم إن شاء الله. فلما قالوا له أن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، كيف يعني مفسدون في الأرض؟ قال العلماء: يعني كانوا يتركونهم حتى يزرعوا أرضهم، لا تنبت الأرض وتثمر، ثم تأتي هؤلاء القوم يأجوج ومأجوج فيأكلون الأخضر واليابس ويفتكون بهم. لذا اشتكوه لذو القرنين فقالوا له: اجعل بيننا وبينهم سدا، يعني شيئا يفرق بيننا وبينهم، ونجعل لك خرجا، يعني نعطيك مالا. فرفض ذو القرنين عرضهم بالمال طبعا، لأنه كان النبي المخلص، يعني نبي عادل لا يقبل الرشوة ولا يقبل
يعني تلك الدريهمات البسيطة، فهو يعلم أن أجره عند الله وثوابه أعظم يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان يفعل ما يفعل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يبغي مالا ولا جاها ولا سلطة، بل اكتفى أن قال لهم: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. هو كان يستطيع أن يفعل ذلك وحده، لكنه أراد أن يعطيهم فكرة، يعني العمل الجماعي، يعني بجمعهم وتجمعهم يستطيعون أن يفعلوا شيئا عظيما. فأول شيء قال لهم: أحضروا الحديد. فجاءوا بالحديد الصلب وبنوا 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 سدا عظيما من الحديد. فقال لهم في المرحلة الثانية: أشعلوا عليه النار وانفخوا، يعني هيجوا تلك النار واجعلوها تتقد من تحت ذلك الحديد. فبدأ الحديد ينصهر ويندمج بعضه مع بعض. انظر تلك الحكمة، وانظر لهذه الهندسة العظيمة. ثم قال لهم في النهاية والمرتبة الثالثة: آتوني بنحاس مغلي. فصب النحاس على الحديد، والحديد إذا صب عليه النحاس يعود صلبا لا يستطيع أحد الفتك به. وهكذا استطاع عزل يأجوج ومأجوج ليس فقط عن أولئك الناس المساكين، ولكن عن العالم أجمع، حتى قال الله سبحانه وتعالى: وما استطاعوا نظروه وما استطاعوا له نقبا. وجعل الله سبحانه وتعالى خروجهم ويوم يستطيعون أن يفتكوا بذلك السور وأن يطيحوه يكون ذلك علامة على قيام الساعة ونهاية هذه الدنيا بصفة تامة. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يعني جعلهم الله سبحانه وتعالى يفتكون بعضهم ببعض إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يؤذن لهم فيخرجون إلى الأرض ويفتكون بالأخضر واليابس. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وذو القرنين اكتفى بفعل هذا الشيء العظيم أن قال رضي الله عنه: وما فعلته عن أمري. اكتفى بأن أرجع هذا العمل الذي قام به هو فقط رحمة من الله فقط وتواضع منه. انظر إلى تلك العظمة لهذا الملك العظيم. تلك هي الملوك وتلك هي صفتهم. وكانت هذه قصة ذو القرنين. والقصة التي بعدها سوف نتحدث عن يأجوج ومأجوج ومن هم، ولماذا سموا بيأجوج ومأجوج، وماذا يفعلون الآن، وكيف كانت صفاتهم. اشترك في القناة ليصلك كل جديد.